اهلا بيكم في مرسى مطروح. يا جماعه انا كنت بصيف في مرسى مطروح، قلت اخدكم معايا في الرحله ديت واقول لكم على اللي شفته هناك من كل شيء بقى، يعني المزايا والعيوب وكل حاجه. ده اول شط انا روحته، بجد هو شط جميل جدا جدا. اسمه الأبيض بتاع القوات المسلحة. مصيف جميل بجد، مكان جميل جدا، مية فيه نظيفة بدرجة جميلة. هقول لكم كده خلال الفيديو ان شاء الله المزايا والعيوب اللي موجودة هناك، بس بجد المزايا اكتر بكتير جدا. مطروح دي حاجة جميلة بجد، جميلة قوي. ما كناش في فندق، احنا كنا في شقة، فعشان كده انا مش قايله لكم على يعني فندق معين وهوريه لكم وكده، بس انا هوري لكم بعض المزايا والعيوب وبعض الاسعار الموجوده هناك. يعني المكان الجميل ده الدخول من بره ب 100 جنيه الفرد، ب 100 جنيه، ويديكم شمسيه واربع كراسي. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بقى المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، هو قريب من البحر. برضو انا ليه صورته لكم؟ علشان اقول لكم ان كل الخدمات متاحة في كل مكان، بجد كل الخدمات متاحة. سوبر ماركت فيه كل حاجة، السوق قريب بتاع السمك، يعني محلات السمك قربه من البحر. دي كلها ميزات جميلة بجد، حلوه بجد. واحلى حاجه بقى ممكن يعني تسيب الدنيا، لو مرسى مطروح دي كلها عيوب في الدنيا، كفايه الميزه اللي انا هقولها لكم دي. بس على فكره ما فيهاش عيوب ولا حاجه، ده مكان يعني البني ادم يتمنى مش يصيف فيه، يعيش فيه طول حياته. اجمل حاجه فيها ان انا جايه على فكره امبارح ده 12/7 25 2025 يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو انا بحاول اشاور لكم، ما اعرفش اصبعي دي على الكاميرا، بس بحاول اوري لكم كده الشارع وطريق ان احنا رايحين على البحر. الميزه بقى اللي كنت بقول لكم عليها ان البني ادم يتمنى يعيش هناك بجد، الهوا. احنا كنا بنموت من السقعه هناك، اما بننزل نقعد تحت بجد يعني الدنيا كاننا هنا بالنسبه للقاهره، يعني كاننا في الشتاء الجامد. الجو جميل. من العيوب بقى اللي هقولها لكم، او العيب الوحيد الموجود هناك، ان الميه بجد ما تتشربش، او الميه اللي عاملينها في الشقق بتاعه المصيفين او العماير اللي بينزلوا فيها، دول ناس لزاز كده وانا بصور جم باي باي للكاميرا. من العيب او العيب الوحيد الموجود زي ما قلت لكم الميه، انكم بتشتروا ميه طول الوقت علشان تشربوا، عشان تعملوا الاكل. بجد الميه مالحه جدا، بس احنا سالنا الناس هناك قالوا لا الميه كويسه، بس تقريبا دوت بيعملوه، يعني بيعملوا الميه كده للمصيفين، والا هم مش هيلاقوا ميه يشربوها. فالميه بجد تحس انها مالحه ومن البحر. ده بقى كان شط قريب كده اسمه افندينا، قريب من السكن اللي احنا كنا فيه، حلو قوي. شايفين انا بصور لكم السقف ما بتأجروش شمسيه ولا حاجه، برضو بيديكم ترابيزه ب4 كراسي وتبقوا قاعدين في ضله كده زي ما انتم شايفين. حاجه روعه. والميه برضو نضيفه على فكره. وفي كنت بشاور لكم على الكافيتيريا كده، تطلبوا اللي انتوا عايزينه. يعني الاسعار مش بطاله، يعني مثلا القهوه ب35، الشاي ب30، حاجات كده. وهنا ديت الاسره بتاعتنا بوريها لكم، المجموعه اللي كانت معانا. طبعا كنا كتير شويه، كنا 3 اسر، فدي المجموعه اللي كانت معانا بوريها لكم، وفيهم ولادي وكده ده البلاج بقى زي ما انتم شايفين. احنا كنا بنبقى قاعدين كده واخدين 3 ترابيزات، بنبقى قريبين جدا من البحر، شايفين الولاد يعني هم في الميه. وادي الميه هاديه نظيفه، تطمني وانت منزله ولادك، يعني عادي جدا بجد، حلوه بجد. كل حاجه في مصر، في اسمها ايه دي، مطروح، كل حاجه جميله بجد والله العظيم. الواحد يتمنى يعيش هناك، يعيش حياته كلها هناك. شايفين الميه وشايفين رايقه وهاديه ازاي. البحر جميل والجو جميل والدنيا كلها جميله، ما عدا الشيء الوحيد اللي هو الميه اللي بنستخدمها. يعني يا رب يكون عجبكم. تصبحوا على خير.